الطاسة بتاعتك أو الحلة بتاعة القلية بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده، كمية الدهون الكبيرة دي كلها عليها، أو كانت كمية بسيطة، أو كانت الطاسة بتاعتك ألمونيا أو تيفال أو ستانلس أو أي نوع أو سيراميك أو أي نوع من الطاسات أو من الحلل اللي انت بتقلي فيها، إن شاء الله نشتغل عليها بوصفة سهلة وبسيطة، ومكونات كلها موجودة في قلب البيت، وممكن كمان نكون احنا بنرميها في الزبالة. متخافوش خالص، إن شاء الله النهاردة شايفين كمية الدهون قد ايه، كبيرة قوي، كبيرة خالص وكتيرة. الحتة الصفرا اللي فيها دي بتبقى صعب تنظيفها اصلا قبل الحتة السمرا دي، الايدين بتاعتها بايظة. الحلة معانا ألمونيا بيبقى صعب تنظيفها شوية، بس احنا ان شاء الله بالخلطة اللي هنعملها النهاردة مع بعضينا هتساعد معانا جدا في التنظيف من غير ما نحك ولا نجرح بالسكاكين ولا اي حاجة من الحاجات دي. معانا كمان حتة طاسة كده برضو كنا بنقلي فيها بنفس الشكل. هو احنا المفروض اصلا في الاساس ان كل صينية او طاسة بقلي فيها بعد ما بفضيها بعد ما بقلي واخلص وهي سخنة كده ببدأ أفضي الزيت منها في أي حاجة تانية وأبدأ أدعكها، بيكون سهل دعكها ومش بتاخد معايا وقت، في الوقت نفسه مش بتتراكم عليها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي وتغلبني. تعالوا بقى كده النهاردة حبيت أعمل لكم كده علشان أوريكم الوصفة اللي احنا هنعملها. المكون اللي احنا بنرميه في كل بيت أهو، ممكن يكون طماطم بايظة عندك أو من عند بتاع الخضار، يعني المعلم بتاع الخضار، روحي عنده التاجر وقولي له أنا عايزة منك كيلو طماطم بايظ أو كيلو ليمون بايظ أو كيلو برتقان بايظ او كيلو تفاح بايظ على حسب الموسم اللي انت موجوده فيه او اللي انت هتنضفي فيه. تمام. الليمون طبعا والبرتقان احلى كمان. الطماطم عندنا احماض هي والليمون والبرتقان وبينضفوا احلى. التفاح نفس الشكل برضو بيساعد في التنظيفات بنفس الشكل. تمام كده اخدت كميه حوالي خلاط كده من غير ميه ولا اي حاجه خالص، لان الحاجه وهي بايظه بيبقى تحس ان هي ميتها فيها زياده عن ما بتكون جايه خام لسه. بس هبدا افرمهم بقى بنفس الشكل كده علشان خاطر ان انا عايزه اصفيهم من كل الشوائب اللي فيهم، او كل البذور او القشور او اي حاجه موجوده فيها، لا انا عايزه اصفيها خالص عشان تبقى ناعمه. هبدا بقى انزل فيها كده باي مصفى وطبق تحتيها علشان خاطر اصفي كل الكميه بتاعتي. يعني تصفيه عشوائيه كده، مش تصفيه اللي هي بقى ان انا مصفى ناعمه ولا حاجه، لا اي مصفى كده بحيث ان انا تكون ناعمه معايا، بحيث ان انا اقدر اخلط فيها بقيه المواد اللي انا هحطها عليها. تعالوا كده صفينا الكميه بتاعتنا على قد ما احنا هنحتاج او على قد ما احنا هنعوز، هناخد منها كميه صغنونه، مش هناخد الكميه دي كلها. يعني انا لو جبت كيلو واحد ولا نص كيلو واحد بايظ بيتحسب برخيص، يعني ب2 جنيه ب5 جنيه، مش هيزيد عن كده ايا كان اللي انا هجيبه، برتقان او ليمون او طماطم او تفاح، لان كده كده بيبقى بايظ وبيتباع للطيور او الحاجات اللي زي كده. معايا بقى هنا في ملح ليموني، في بيكربونات، في صودا كاوية. الصودا الكاوية اللي هي دي الديبوشار او المسلك المجاري او البطاص، ايا كان الاسم اللي انتوا بتسموه، اهو النوع اللي هو القشور ده اللي هو زي جوز الهند كده بالظبط الكبير. هاخد منه معلقتين او 3 على حسب كمية الدهون اللي عندي في الحاجة. يعني مثلا لو حاجة ستانلس هي معلقة واحدة بس تكفي، ألمونيا ما فيش اكتر من معلقتين او 3 علشان خاطر الصودا الكاوية الكتيرة هتاكل لي الألمونيا بتاعتي. علشان كده هقولك هتعملي ايه وانت بتنضفي علشان الألمونيا بتاعتك تطلع بخامتها تفضل نظيفة زي ما هي. هنزود طبعا عن الحاجات دي، مش هتفضل زي ما هي كده علشان لو كده هيبهدل معانا الألمونيا. الصودا الكاوية ما بنكترش منها قوي في الوقت ده. البسي حاجة جواندي على ايدك وكمامة على بقك علشان الشوائب. معانا هنا بقى معلقتين ملح من الليمون ومعلقتين بيكربونات. تمام كده. دول برضو بيفوروا في الدهون كويس وبيخلوها تنضف معانا بسرعة وبتبقى جميلة. عندنا هنا بقى معلقتين من البريل، اي نوع بريل لتنظيف سائل مواعين، اي نوع عندك مش شرط بريل، اي نوع عندك حط منه معلقتين 3 كوبايه كده صغنونه، هبص لاقيها عدلت الدنيا والدنيا تمام. ما عنديش بريل بتاع تنظيف الاطباق في الوقت ده، حطي اي نوع مسحوق عندك، معلقتين 3 كده من المسحوق الغسيل. تمام. تعالي هنا بقى كده هنحط معلقتين من الخل، الخل برضو بيساعد في التنظيف جدا. وفي المرحله دي لو انا عندي كميه كبيره بحط الحاجات دي كلها بس من غير البوتاص في ميه بتغلي على البوتاجاز واحط الحاجه فيها، بتساعد معايا جدا في التنظيف وبتبقى حلوه وبتخليها تنضف بسهوله مش بصعب ولا حاجه. ده بقى انا براحتي، يعني انا هنا بقى معلقتين نشا، عايزه تحطيهم برضو ضيفيهم، مش عايزه خلاص، يعني موجودين عندك متوفرين مفيش مشاكل خالص، مش متوفرين بلاش تحطيهم خالص. احنا بس بنخلي سمكها بحيث ان احنا تبقى زي الجل كده تقدر تمسك على الحاجه بتاعتي، يبقى يعني بحيث ان انا اما اجي امسحها كده تنضف معايا على طول. دوبت بقى كده معلقتين النشا او معلقتين الدقيق، وهبدا انزل عليهم بالمعجون اللي انا عملته اللي فيه البطاطس والخل
والحاجات التانية دي كلها، عشان أنا لو استخدمت اللي أنا حطيت عليه البوتاص كده خام هيبوظ لي الألمونيا بتاعتي ويخليها تخرب معايا. عشان كده أنا حطيتها على الكمية التانية دي علشان يعني تخف الجودة بتاعة البوتاص شوية. يعني البوتاص عندي ما يكونش بجودته العالية اللي هي يعني يكون على كمية كبيرة فيتوزع، فما ياكليش في الألمونيا قوي. وهنا كده بقى السمك بتاعنا اللي احنا عايزينه تمام. هنبدأ بقى نجيب الحاجة اللي احنا هنحط فيها الحلة بتاعتنا. هناخد بس كمية صغننة هنا في الطبق ونحط فيه الحلة، بحيث ان احنا هندهن بيه في ده. بجيب مثلا ازود عليها شوية مية من بتاعة الطماطم، ازود عليها مية من العادية خالص، ازود عليها مية من الفلتر، اي نوع مية عندك موجود بقى زوديه كده بحيث ان احنا نخفها. والباقي ده هنحطه في ازازة. يبقى بعد كده عندنا المادة الخام اهي اللي احنا هننضف بيها. يعني هنحطها ازازة وعلى جنب خالص تحت الحوض كده، على جنب بعيد عن الأطفال أو في ضلفة من المطبخ بعيدة عن الألمونيات بتاعتنا والحاجة. ولما نحتاج ننضف زي كده هناخد الكمية زي كده نخفها بمية ونبدأ بعد كده نحط فيها الألمونيا أو الاستانلس أو بنفس الشكل. طبعا في المرحلة دي كان لازم جواندي، بس طبعا كان بالليل وما كانش عندي والصيدليات كانت قافلة والمحلات. بس خلاص هبدأ بقى ان انا احاول يعني احرص على ايدي، بس ربنا يلطف ان شاء الله ويسترها. هبدأ بقى ابلها كلها بنفس الخلطة كده بالظبط، واسيبها معايا بين كل طلة وطلة عليها بسيبها نص ساعة او ساعة الا ربع بالكتير قوي. ماشي، علشان احنا لسه كده هنزود بقى عليها مية زيادة واقول لكم هنعمل ايه. بس هبدأ بقى ادهنهم من بره ومن جوه كويس قوي واسيبهم حوالي نص ساعة الاولاني ده لغاية ما يبدأوا بس كده ياكلوا لي في الحاجة اللي هي الدهون دي والحاجات دي. هبدأ بعد كده اقول لك هنعمل ايه. بس هبدأ بقى اسيبها كده، والمهم ان انا اقابلها كويس قوي من بره ومن جوه، ادهنها كويس قوي اهو، علشان تطول كل الدهون اللي عندي وتبدأ ان هي تاكل فيها. هي هتخلي الدهون تطقطق لوحدها من غير انت ما تحكي بسكينة ولا حاجة. لو انت حابة تجدعني في الموضوع وتحكي بالسكينة بقى اول ما تحطي الخلطة اهي بسم الله ما شاء الله بدأت تشتغل، هتفور لي الدهون على طول من غير اي حاجة خالص. وبسم الله الله اكبر، شايفين اهي دي كده احنا لسه بنعدل هنحطها فين. وما شاء الله بدأت تاكل لي في كل الدهون اللي فيها. الحلة برضه هتبدأ تطقطق معايا. هبدأ بقى احطها هنا وهبدأ احط عليها خلطة بحيث ان هي تبقى ما يعني متخمرة في الحاجة، مش عليها بس من على الوش. وهي كل ما هتقعد في الخلطة كل ما الخلطة بتاعتنا هتفصل وتصير مية. يعني كل ما الخلطة بتاعتنا هتفصل وهتصير خفيفة بقى مية خفيفة. عايزة في المرحلة دي تغلي كاتل مية وتحطيه عليها وتخمري الحلة فيها برضه هتبقى جميلة. المية السخنة هتساعد معاكي كتير. اهي هتبدأ بقى براحتها واحدة واحدة تاكل كده، بس خلي بالك على ايديكي علشان خاطر البطاطس اللي احنا حطيناه او المادة القوية اللي احنا حطيناها. طبعا هي بطلت لما حطينا عليها زودنا عليها بقية الخلطة بتاعة الطماطم التانية. بس برضه حرصي على ايدك لو عندك حساسية ولا حاجة. طول ما انا واقفة بقى هعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طول ما انا واقفة هبدأ اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب اللهم امين. هبدأ شايفة بدأت بقى معايا بعد النص ساعة الأولاني أو الساعة إلا ربع الأولانية بدأت تطقطق بنفس الشكل ده كده. طبعا الحتت الصفرا اللي بتبقى فوق دي مروحها بيكون سهل شوية عن كل ما تقلي في كمية الدهون بت... بتغلب شعب ما بتطلع. بس لا هنا ما شاء الله اللهم بارك الخلطة بتاعتنا بجد خلطة جبارة شوية. فجابت نتيجة ما شاء الله اللهم بارك. كل اللي هنا ده بدأ يطقطق برضو اهو، الخفيف منه يعتبر طلع، التقيل خف شوية اهو. ودي سفنجة عادية خالص اهي بدأت تتقطع من ده. طبعا ما كانش الشكل الاولاني. وشايف هنا المية عملت عندنا ازاي، تحس ان هي خفت وفي الوقت نفسه نزلت كل السواد فيها. يعني ما شاء الله كان لونها احمر بقت لونها اسود من كتر الدهون اللي كانت موجودة على الحلة. هبدأ الفها بنفس الشكل تاني وادهنها نفس الشكل تاني واسيبها حوالي نص ساعة كمان بحيث ان انا يعني قبل ما انام اكون خلصتها مخليهاش مخمرة للصبح. لان انا لو سبتها مخمرة للصبح في كمية البطاطس هتبدأ بعيد يا شر تبوظ مني وتخرب اهي. تبدأ تتقطع معانا بسهولة خالص. بسيبها نص ساعة واجي اطلع عليها، نص ساعة واجي اطلع عليها. بس كل ما اجي اطلع عليها اجدد لها الخامة اللي انا حطاها فيها او احط مثلا معلقتين عليهم زيادة شوي. ابص الاقيها ما شاء الله هي تطقطق لوحدها. واقول لك بقى تدعكيها بالاخر عشان نديها تنعيمة حلوة، بحيث ان احنا لو فيها مثلا تجريح سنة لا هننعمها بالحاجة اللي احنا ندعكها بيها الاخر دي. حاجة برضو بنعملها مع بعضنا على القناة اللي هو الصابون القطع اللي هو اللي معمول من الزيت القديم المستعمل. هنبدأ ان احنا ندعكها بيه ما شاء الله اللهم بارك هتديني تنعيمة حلوة قوي للطاسة وللصينية. انا حابة بس ان انا اجيب لكم حاجة
علشان تتأكدوا ان هو ده اللي كانت موجودة معانا، وهي اللي وصلت لمرحلة التنظيف الأخرانية، يعني مش جبنا حاجة غيرها. اه ما شاء الله الصودا يعني يعتبر بطلت من ان احنا عمالين نقلب فيها ونعمل، فبطلت، مش الخامة اللي هي بتاعتها، هي ما تخافيش على ايديكي ولا حاجة. اهي بدأت يعتبر كده، ما فيش يعتبر جنب الاول، فين الدول بتاع اللي باقي ما فيش، بحيث ان انا ما بحكش بالسكينة، ده انا سايباها هي بتطقطق لوحدها يعني. لو بحك بقى بالسكينة ما كانتش اخدت الوقت ده اصلا، كانت نضفت على طول. خلاص كده، تعالوا بقى كده، خلاص هنشيلها بقى من المادة اللي هي فيها دي، ونبدأ ندعكها علشان ما سيبهاش متخمرة فيها للصبح، علشان ما تبص مني انها ألمونيا. الناس اللي عايزة تستبعد البطاص استبعدوه عادي خالص، مفيش مشاكل. تعالي بقى كده ناخد الحلة بتاعتنا، وكان المفروض الجواندي من الأول، بس الولاد كانوا في الجيم وجو ادونا بقى الجلافز بتاعهم ده، انا ما كنتش عارفة ان هو كان معاهم. هنبدأ بقى ان احنا ناخد بقى الحلل بتاعتنا نطلعها خالص، ايا كان الكمية اللي عندنا. مسحنا من عليها خالص كمية المادة اللي احنا عاملينها عليها. هبدأ أشيلهم بقى، دول هأغسل بيهم مثلا ايه، رخامة المطبخ كده يعني، أي حاجة البوتاجاز، الحاجات دي مش هيجرى لها حاجة برضو. بعد كده هنشطفها هتبقى نظيفة. جبنا بقى قطعة من الصابون، القطعة بتاع اللي احنا عاملينها من الزيت القديم المستعمل، عاملينها برضو مع بعضنا على الصفحة هنا كام فيديو. هبدأ السلكة الاستانلس أو الألمونيا دي، ببدأ إن أنا أدعك بيها الأول. هبدأ اخد كل حاجة خشنة في الصينية معايا بالسلكة دي، وبعد كده هبدأ انعم بقى بالسلكة التانية، بحيث ان انا عايزة الطاسة بتاعتي والحلة يرجعوا ناعمين تاني زي الاول. لان طبعا المواد اللي احنا حطيناها ممكن تكون اكلت فيهم شوية، بس لا، احنا نرجعهم تاني ناعمين وبيلمعوا زي الكريستال بالظبط، وزي الاستانلس. اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب، اللهم امين. قولوا امين، وصلوا بنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اهي هتدعكي بقى كده مع نفسك براحتك خالص بالسلكة دي، كأن واحدة تانية بتساعد معاكي. بعد كده بقى اهي، عشان لو في كمية دهون موجودة، لو في كده، ده أول حك ليها، علشان كمية بقى الدهون اللي متبقية دي ندعك الصينية والحلة قبل ما ننام، علشان ما يصبحوش الصبح مخرمين وبايظين. هشطف معاكي هنا، وبعد كده هدعكها حلو قوي قدامك برضه، هوريلك. ونشطفها على الحوض بقى مع بعضينا كده، علشان هوريكي النظافة، بسم الله ما شاء الله. ده كده شطفتها هناك على الحوض. هبدأ بقى ان انا اعملها بالسلكة العادية خالص بتاعة البيت العادي، بنفس الصابون برضو، واخدها مرة بالصابون ده، وارجع مرة بالصابون العادي خالص بتاع الاطباق اللي احنا بندعك بيه الاطباق عادي، سائل التنظيف يعني. ليه بقى؟ علشان لو ده فيه مثلا ريحة صابون، لو في مثلا بتدينا كمية بتاع دي يعني، بيبقى مجير شوية في الألمونيا، لا، احنا الصابون السائل العادي أي نوع، بريلا أي نوع، هيدينا بقى اللمعة الحلوة للطاسة بتاعتي او الصينية بتاعتي. وبسم الله ما شاء الله احنا عملنا انجاز النهاردة في الفيديو، بحيث ان احنا ما حكناش ولا غلبنا نفسنا، وفي الوقت نفسه الحاجة نضفت ورجعت زي ما هي جديدة تاني. وحابة ان انا اجيب لكم كل خطوة بخطوتها، عشان تتأكدوا ان هي دي نفس الحاجة اللي احنا شغالين فيها من الاول. يعني ما بدلناش الصينية، ما بدلناش الحلة. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. كل ما تدعكي بقى كل ما هتلاقيش خالص كمية الدهون الباقية دي، واحنا كده كده لسه هندعكها بالسلكة والصابون العادي. الحلة بقى ظبطت لكم الدنيا كده علشان تشوفوها من البداية، علشان هي دي بجد اللي عليها الرك التقيل، لان الطاسة كان فيها حاجة بسيطة او الصينية كان فيها حاجة بسيطة، انما الحلة كانت يعني اعوذ بالله كانت صعبة. اهي شايفة اي دعكة بسيطة خالص، ايا كانت الدعكة بسيطة جدا بتطلع لك نتيجة ممتازة، لان هي خلاص يعتبر ما فيهاش دهون، لا، اللي فيها ده مكان الدهون. هندعك بقى وننضف براحتك كده بقى وعلى الحوض وظبط الدنيا. بس انا عند الحوض عنده اضاءة واطية شوية، فعملت لكم هنا علشان برضه اكد لكم ان الدنيا تمام، وهي من الاول للاخر خالص، والنتيجة طلعت معانا بسم الله ما شاء الله. يعني تبهر بصراحة، النتيجة تبهر الواحد بصراحة. دعكي بقى كده بالسلكة الاستانلس، السلكة الاستانلس دي بجد خطيرة 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 بصراحة. ما شاء الله اللهم بارك عليها، رك كتير في التنظيف، وبجد بجد بتساعد بصراحة بطريقة جامدة يعني. ده كمان لو انت بقى عندك البوتاجاز هتعمليه، او الارضية بتاعة المطبخ، او ورا البوتاجاز، او الحيطة اللي ورا البوتاجاز دي، او تحت الحوض، او ايا كان كمية الدهون عندك، واشتغلي بالسلكة اللي هي الاستانلس دي، ما شاء الله تطلع لك نتيجة ممتازة 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 يعني. اول دعكة ليها وكانت بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله. بالنسبة للي كان عليها الاول، احنا هنا هذا من فضل ربي يعني، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طلعنا نتيجة حلوة مش وحشة.
احط بقى السلكتين في قلب بعضهم كده، علشان بحيث ان انا لو حته فيها دهون عاليه اشتغل بالسلكه الاستانلس، الحته فيها دهون بسيطه او يعني ناعمه شويه هشتغل بالسلكه العاديه. تمام. والصابون القطع ده ما شاء الله اللهم بارك بينظف جدا الالمونيا، اللهم بارك حلو قوي اهو. اعملوا الخلطة دي وبجد بجد يعني ما شاء الله اللهم بارك هتطلع نتيجة ممتازة. معلش اذا كان الفيديو طويل شوي، بس انا احب اجيب لكم كل حاجة علشان ما افصلش بين المقطع والمقطع وانتوا تقولوا دي غيرت حلة او غيرت الصينية او الكلام ده. لا، انا حابة اجيبها لكم من البداية عشان يبقى المصداقية معانا تمام في الفيديو والدنيا تكون تمام. بس هبدأ بقى كده ادعك شوية، الحمد لله كده ربنا يصلح الحال وتبدأ تنضف معانا النظافة اللي هي العادية. ده طبعا كده كان الدعيك بالصابون القطع اللي هو من الزيت القديم المستعمل. هبدأ بقى ادعكها بالصابون العادي، وهتلاقوني حاطه لكم ان شاء الله فيديو للصابون القطع في تعليق مثبت باذن الله. اهو حل عندنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طلعت نتيجه ممتازه تستاهل لايك منك حلو. وطبعا اشتراك لو انت عايزه تتابعينا او عجبك المحتوى بتاعنا. هنا بقى هدعكم تاني بالسلك العادي على الحوض هناك بقى كده واجيبها اوريها لكم اهي. ودي كانت النتيجه بتاعتنا، وكل ما تدعكي فيها كل ما هتنضف، يعني كل ما تستخدميها بعد كده كل ما هتنضف معاكي بسهوله. بالسلكه الاستانلس ماشي او العاديه خالص ماشي، الحالتين ما شاء الله اللهم بارك ما فيهمش تجريح خالص. اللهم بارك طلعوا نتيجه حلوه، هيفضلوا معاكي نضاف طول العمر بعد كده. وانت اول باول اي طاسه تقلي فيها ادعكيها من الاول للاخر، عشان في ناس كتير عندهم الطاسه دي في البيت. حابين ان احنا نعمل الفيديو ده معاكم ونوريلكم ان هي ممكن ترجع تاني نظيفه زي ما كانت وتبقى نظيفه وحلوه وشكلها جميل. استخدموا حاجه وانتوا بتقلوا، اول ما تخلصوا نضفوه على طول. تعالوا بقى كده نشوف قبل وبعد. ده كان قبل ما شاء الله كانت كميه كبيره، يعني مش ما شاء الله انا بتريق على كميه الدهون قد ايه. كانت كميه جامده وتحكي بالمعلقه ما كانتش بتتحك اصلا. كانت جامده جامده. جبنا نتيجة ممتازة. تهيألي الفيديو يستاهل منكم لايك حلو على شكل الحلة قبل وبعد. فرق كبير طبعا، وبسم الله ما شاء الله ما أخدناش وقت، يعني يعتبر ما أخدناش فيها وقت تنظيف كتير ولا مجهود كبير. المجهود كله كان في الدعك. لما دعكنا الآخر بعد كمية الدهون كلها دي ما سقطت من عليها. تعالوا تاني شوفوها بعد ما نضفت علشان نتأكد ان الدنيا بسم الله ما شاء الله نفس الطاسة ونفس الحلة نفس المنتج اللي احنا جينا فيه نفس المصداقية. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.